ضيفنا النهارده في ستوري اوف يو فاوندر من اكبر واشهر ستارت ابس مش بس في مصر، في افريقيا والشرق الاوسط. بدأ الشركه وهو عنده 26 سنه، وقدر ان هو يكبرها وينجحها ان هي توصل لاند مارك في الستارت اب ايكو سيستم المصري. بلال المغربل CEO and founder مكسب. هاي بلال. ازيك يا يارا، عامله ايه ايه؟ الاخبار؟ كله تمام. مبسوطين قوي ان انت معانا النهارده we're very excited ان احنا نفهم اكتر عن مكسب، بتعملوا ايه؟ ايه البين بوينت اللي انتوا بتحاولوا تحلوه في السوق المصري؟ كانت فكره بسيطه جدا ان احنا عايزين نوصل السلع الغذائيه في المناطق اللي كانوا بيسموها الموزعين ساعتها الصعب الوصول اليها والنائيه باكتر طريقه سهله ومريحه للتجار عشان يقدروا يخدموا اهل المنطقه اللي هم عايشين فيها. دي مكسب بدات كده. تطور الموضوع بعد كده ان احنا دخلنا في حلول التكنولوجيا الماليه وبدانا نقدم خدمات مدفوعات علشان التجار يقدروا يدفعوا لنا ويدفعوا للموردين التانيين بطريقه سهله، ويعرفوا ان هم يستقبلوا مدفوعات من خلال المحافظ الالكترونيه ويعملوا مدفوعات على الطاير، شحن كروت وخلافه. حابين نفهم اكتر برضو عن مكسب واكتر عن بلال، فمجهزين شويه جيمز نلعبها هتساعدنا ان احنا نعمل كده. يلا نلعب. يلا نلعب. مش قوي خالص. انا قلت لك انا ما بحبش اخسر. ترندز. ماشي. اوكي، اكيد عندك انسايتس كتير عن الكونسومشن باترنز. مظبوط مظبوط. ايه اكتر 3 حاجات Egyptians consume؟ هي مينلي كلها سلع اساسيه. سكر اللي كانت غريبه بالنسبه لي، الشاي. المصريين بيحبوا الشاي فوق توقعات اي بشر. والرز طبعا، الرز والدقيق من اكتر الحاجات الكونسيومر المصري بيستهلكها. طيب انا شايفه انه مش محتاجين نكمل هنا، clearly انت كسبت. ف let's go to the next one. يلا بينا. ماشي. اوكي، ايه اهم سكيل اكتسبتها من ساعه ما ابتديت مكسب؟ patience او الصبر. المشوار طويل والضغوطات فيه كبيره. يمكن اللي بيبقى باين للناس من بره ان في سكسس كبير حاصل واسمعوا عنها في الاخبار، وكل ده حقيقي وكل حاجه، بس عشان الواحد يوصل للموضوع ده لازم يكون نفسه طويل جدا جدا جدا.